سيدتي وسادتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الان حنا كنتواجدوا في احدى الدورات اللي كتعقدها المجلس البلدي لبيسلان. في اطار اللي كان انه غادي تقترح وكان دار على اساس انه جوج المحاور انه غادي يناقشها المجلس، يناقشها الصحه والتعليم. الان كيتواجد معنا السيد المديريه ديال التربيه، ديال التربيه الوطنيه في مكناس. اولا عجبتنا ديك الصراحه ديالك وديك البساطه في التعامل ديالك مع الاسئله اللي كانت موجهه من طرف المستشارين. بالنسبه للسيد المدير، بغينا نعرفوا واحد المساله وكان الكل كيتكلم عليها والكل كيهضر حول مساله جوده التعليم، ومن ضمن هذه الجوده مساله مشروع الرائده. كيفاش كتشوفوا انتم هذا المشروع هذا استاذ والنتائج ديالو على التلاميذ والصغار؟ شكرا جزيلا للمنابر الصحفيه على هذا الاهتمام. وطبعا كما قلت كما ذكرتوا بان كنتواجدوا اليوم في جامعه بيسلان. حضرت بصفتي مدير اقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بمكناس حضور فعاليه الدوره ديال المجلس الجماعي، واللي كان فيها واحد النقاش قوي، نقاش صريح، ونقاش اللي كيبين كذلك الحرص ديال الساكنه ولا المجتمع المدني ولا الفعاليات الصحفيه على النهوض بقطاع التربيه والتعليم بهذه الجامعه، جامعه بيسلان اللي كتعرفوا الاهميه ديال جامعه بيسلان والكبر ديالها والاكراهات والرهانات اللي موضوعه منها. فطبعا هذا الحضور هو كيجي ياتي كذلك في سياق مواكبه المديريه الاقليميه والشان التربوي على مستوى المجالس باعتبارها شريك استراتيجي للمؤسسات التعليميه، وكذلك تنزيل مختلف المخططات التربويه على مستوى المؤسسات التعليميه. وكما شاهدنا وكما تبعنا وكما تم النقاش واستمعتم بان جامعه بيسلان رغم الكبر ديالها، رغم الضغوطات اللي عليها عن طريق الهجره او غير ذلك، فقطاع التربيه والتعليم كيواكب هذه الديناميه وكيعمل على توسيع العرض المدرسي لفك الاقتصاد. وهذا مدخل كذلك الجوده، والجوده طبعا كما تعلمون بان الوزاره اعطت واحد الاهميه كبيره للجوده من خلال لان اولا وزاره التربيه الوطنيه منذ صدور القانون الاطار 51/17 قطعنا مع المرحله ديال اننا كل وزاره تتعاقب على هذا قطاع الشان تبدا من جديد، ولكن هذيك قانون الاطار شكل واحد الارضيه وثيقه تعاقديه ما بين مختلف المتدخلين على مستوى الشأن التعليمي، سلطات، جماعات، مجتمع مدني، وزارات ووزارات كذلك اللي عندها تقاطعات مع وزاره التربيه الوطنيه، وهي اللي نصت كذلك على الجوده من خلال هذا القانون الاطار اللي نص فيه اكثر من باب على تجويد الفعل التربوي والتعليمي. قانون الاطار كبنود كمواد كذلك تم تنزيله تدريجيا عبر خارطه الطريق 2022-2026 اللي ركزت على ثلاثه ديال الاهداف الاستراتيجيه: تمكين التعليم ذي جوده، وكذلك محاربه الهدر المدرسي من خلال جعل التلميذات والتلاميذ يستكملون المسار الدراسي ديالهم الى حدود السنه الخامسه. ما نقولش اننا نفقدوا واحد التلميذ من المنظومه اللي يشكل هضري مدرسي 15 سنه. ثم الانفتاح وتكوين المواطن منفتح وتمكينه من مجموعه من القيم والتمثلات والرموز اللي كتجعلو متشبث بالثوابت الوطنيه ديالو، وكذلك منفتح على القيم الدوليه كتسامح كغير ذلك. من هنا جات الانشطه. هذا المدخل ديالو اللي نتبعوا واحد الراشيمون اللي خصو يفهموا الجميع. كاين قانون الاطار نزل عبر كذلك خارطه الطريق 22/26 وجات خارطه الطريق 22/26 التمضرات ديالها هو المدرسه الرائده، اللي كذلك وفق مناهج حديثه، وفق كذلك تكنولوجيا بالمعرفه، وفق مجموعه ديال الاجهزه الالكترونيه ولا كذلك التكوينات اللي كتعطى الاساتذه باش كتجعلهم كينزلوا واحد بيداغوجيه مندمجه. في هذا السياق هذا ما تنساش بان الغالبيه الساحقه حاليا كتنادي بتوقيف مشروع الرائده، لانها الملاحظه ديال الاباء وجل الاباء اذا كنتم كتتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك ان الرائده يستحيل كيف يعقل
الولد كيقرا مثلا في واحد المستوى وباقي كيقريوه ديك الابجديات الاولى ديال القراءه. نعم. هاد الناس هادو كيطالبوا كيف المشروع نعم. كيف هو نعم. ردكم نعم. للموقع وكل السيد المدير. نعم. هو كاين واحد القاعده، كل جديد الا كيتعرض لواحد المقاومه، لان دائما التغيير والتجديد كنقاوموه لاول مره. ولكن لاحظ الان الاسر كيفاش بعد مضي واحد اسبوعين وثلاث اسابيع في الدراسه الرائده اللي تمت عبر خبراء الجدوى ديالو، الاهميه ديالها الديداكتيكيه والتربويه والتكوينيه. غنقول لك علاش كيرجعوا للابجديه. الا ترون معي لان هي جات وفق واحد التشخيصات وطنيه دقيقه وفق خبراء. وحتى حنا احيانا كنا كنوجدوا التلميذ ربما في المستوى السادس ويجد صعوبه في قراءه نص السابق قبل المدرسه الرائده. دراسه منهجا في المدرسه الرائده لعلاج هذه بمقاربه حديثه لعبت او نزلت طار. شنو هي؟ طار هو التدريس وفق المستوى المناسب. كاين تلميذ اللي في السادس مازال ما كيتملكش، كيفاش غتدفعوا انت السنه الاولى اعدادي ومازال ما كيكتبش نص؟ اذا كيتم واحد المعالجه ديال 3 اسابيع 4 اسابيع ثم كينتقلوا للتعليم الصريح. هذا يكفي يا سيد المدير ان 3 اسابيع لا يكفي هذاك التشخيص. قوم لينا واحد الطفل اللي طالع من التحضير هو عنده نقص. انا ادعوك نعم الحضور في واحد اللقاء وفي مدرسه رائده في هذا الجانب، لان التلميذ كيفاش تغيروا حاليا ماشي 3 اسابيع. كاين اللي عنده مشكل غير الدراسه المقطعيه، القراءه المقطعيه، كاين اللي عنده مشكل في الحروف، كاين عنده مشكل في الكتابه. كنصحوا هذا التشخيص، ولكن كيجي المرحله الثانيه. واسمح لي، نعم سيدي. المرحله الثانيه هي مرحله التدريس الصريح. نعم. واللي كيبني كذلك رجعوا حنا للتقويمات ديال الرائده السنه الماضيه باش نعرفوا الحصيله. لحقاش هذا الكلام ديالكم كنسمح على المقاطعه، لانه جريده صوت الامه تقدمت بطلب تحقيق صحفي حول مشروع الرائده. قوبلنا اننا خصنا ننقلوا حتى الاكاديميه، وهذا شيء وعندنا ما يثبت سيد المدير. وهذه فرصه اننا كنسولوك في هذا السياق هذا. زعما هذه الاشكاليه هذه، شوف اذا كانت واحد المقارنه، من سيادتكم السيد، وكاين اطر مرجعيه قانونيه تشريعيه نعم اللي كتحكم فضاءات المؤسسات ما التعليميه اختلفناش وضوابط قانونيه. نعم. وبالتالي فالتراخيص القنوات الرسميه الوطنيه وتخضع لواحد الترخيص اما وطني او جهوي. الان حنا يمكن لنا ماشي تحرك انت، حنا نطلبوا هذه العمليه ونفكوا المشكل يتفك على السايت. نتمناو سيدي المدير، وشكرا بزاف لكم، شكرا على التوضيحات. شكرا.